السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد نهار جديد معكم شيماء الدار مع فاطمة. اليوم رجعت لكم فيديو جديد غادي نحضر معكم هاد البسيبيسات ولا هاد البسبوسات ميني بسبوسة. يعني الطريقة ديالهم ساهلة وتيجيونا رائعين وتيذوبوا في اليد قبل الفم. نتمنى تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تنساونيش من داك اللايك ديالكم. الله يجعلها في ميزان حسناتكم، تشجع فيه بزاف بزاف. شكرا لكم على الفيديو اللي قبل من هذا، يعني شجعتوني في هذاك الفيديو. شكرا لكم ديال الكيكه، وتنشكركم بزاف بزاف الناس اللي دخلوا عندي جداد. نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا بسم الله على بركه الله. هنا هاد المولات الصغيورين هما الاول تنبدا ندهنهم هنايا بالزبده. يعني تنبدا اول حاجه عاد تنبدا في الخليط ديال البسبوسه. واحد شويه ديال الزبده ندوز عليهم هذا بالشيته كاملين، وتنرش عليهم شويه ديال السميده كما تلاحظوا معايا. صافي على هاد الطريقة هادي، وتنديرهم في المجمد. تتفاداو البسبوسة ولا الكيكة باش ما تلصقش ليكم نهائيا. هادو دغيا دغيا تيتحيدوا وما تيلصقوش نهائيا. ديروا فيهم البسبوسات، ديروا فيهم الكيكات صغيورين، يعني تيجيو زوينين، ما تيجيو يعني كيف تشوفوا تيجيو زوينين. هنا بسم الله على بركة الله غناخد هنايا قشور ديال الحامضة، غير يعني ديال الحامض. وما تنلخطوش داك اللب الابيض باش يعطينا داك المذاق الزوين، ما عطيناش المرورة، ما نلخطوش داك اللب الابيض. صافي تندور على ديك الحامضة كاملة، تحيد لها داك القشر ديالها، يعني تيعطينا مذاق زوين للبسبوسة بالحامض، تجي رائعة. يعني إلا جربتوها بهاد الطريقة هادي غادي ترحموا ليا الوالدين، تتجي واعرة. هنا عندي جوج ديال البيضات. هاد البيضات أنا عندي صغيورين، إلا عندكم البيض كبير ديروا غير بيضة وحدة، إلا ما عندكمش غير البيض صغير ديروا جوج بيضات. المهم هاد البيضات عندي صغار. هنا كاس قل ربع ديال السكر، يعني كاس ما عامرش. غادي ندير هنا واحد الكيس بنص من السكر الفاني، يعني الفاني مع الحامض تيعطيه مذاق رائع. واحد الرشه ديال الملح باش نعدلو الذوق، وصافي. هنا تناخد الطراب اليدوي وتنطرب مزيان مزيان حتى داك السكر ديالنا، يعني سر من الاسرار. السكر ديالنا ولا السنيده تذوب، ما تبقاش لينا يعني محجره وسط الخليط. يعني تعطيوه شويه الخاطر وحنا نطربوه غير بليدنا. ممكن ديروه في مونينيكس في الكاس اللي درت معكم ديال الكيكه، يعني غير الخليط غير شويه درتو غير في هاد هذا وحركت مزيان. صافي نحركو على ديك السكر حتى يذوب، وغنزيدو باقي المكونات اللي عندي. شوفوا هنا راه داب هذاك السكر وتا اللون تغير، مبقاش هذاك اللون الصفر ديال البيض، يعني تغير. صافي هنا غادي نزيدو هنايا باقي المكونات اللي عندنا باش تحصلوا على نتيجه اللي زوينه. الا تتبعوا نفس الطريقه، نص كاس ديال الزيت. هاد الكيسان بالعبار لكاس العنبه. صافي هذا هو القوام. غادي نزيد هنايا الحليب، غادي نعطيكم حتى العبار ديال الحليب. كيفاش شفتوا معايا الزيت غنزيدو دفعات شويه بشويه. وغادي ندير هنايا الحليب، جوج كيسان ديال الحليب العبار لكاس العنبه. يعني الحليب دابا خرجته من الثلاجه، دفيته غير واحد شويه، دفيته تحيد من هذيك البروده باش البسبوسه ديالنا ما تدعكش وما تيستع تطلع وما ندخلوها طيب. غير حيدت من هذيك البروده، يعني ماشي سخنته غير دفيته. صافي جوج كيسان ديال الحليب. وهنايا غادي ندير هنايا جوج معالق ديال الدقيق. يعني الدقيق تيجمع لينا البسبوسه وما تجيش تتفرست لينا. جوج معالق فقط. صافي تا هما تنحرك مزيان، نخلط الخليط مزيان. وغادي هنا نزيدو السميده هذه الخاصه بالحرشه، الكاس الاول. وهنايا الكاس الثاني تزيدو شويه بشويه. وهنايا الكاس الثالث. وهنا تنزيد فاني الكاس الرابع. صافي هذا هو القوام اللي درت، يعني 4 ديال الكيسان بالعبار الكاس العنبه ديال السميده خاصه بالحرشه. انا تنوريكم انايا يعني ما يدي مدرقه هذا.
أنا تنوريكم كيفاش الخليط يجي خفيف، راه مازال السميدة غادي تشرب، غنخليوها ترتاح ومازال غادي تزيد تشرب لينا يعني هذاك السوائل. أكياس ديال الخميرة هو 7 غرام. صافي تنحرك مزيان حتى ديك الخميرة ديالنا ما تبقاش محبّة تطلق، وصافي هنايا نخلي الخليط يرتاح تقريبًا واحد 5 ديال الدقايق ولا 7 ديال الدقايق، وعاد نرجعوا ليه. صافي هذا هو القوام ديالو. يعني شوف العجينة السميدة يعني تتشرب، يعني خلّوها خفيفة كيما وريتكم باش تشرب ليكم وتجي هذيك هي. صافي هنا نغطي عليها نخليها ترتاح، ومن بعد ندوزو باش نديروها هنايا في هاد المولات الصغيورين. أنا راه تنحرك شوف راه بدات تثقال، يعني ثقالت ما غاديش تزيد تثقال على أكتر من هاد الشي، ولكن راه تتثقل يعني خلّيوها خفيفة. خرّجت المولات ديالي من المجمد، مباشرة ندير فيهم الخليط كما تلاحظوا معايا، ما تنعمروش حتى للفم، تنخليو واحد شوية الفراغ باش غادي من تنفخ لينا هاد البسبوسة. البسبوسة ماشي بحال الكيكة تنفخ بزاف الكيكة، البسبوسة تنفخ غير واحد شوية ماشي بزاف، يعني تقريبا راه بحال اللي غادي يعمروا، ولكن غير خليت لهم شوية باش يطلعوا غير واحد شوية. صافي في هاد الأثناء الفران سخون غازي، دخّلتهم من الفوق درتهم هنا في هاد اللاطة ودخّلتهم من الفوق، يعني تحمروا لينا من التحت وتذهبوا، عاد هبطوا باش تحمروا من الوجه ديالها. بالنسبة للسيرو درت كاس ديال السكر مع 2 كيسان ديال الماء ونص، وواحد نص حامضة يعني غير نص حامضة قطعتها تما، وواحد الرشة ديال الملح. ديروا في هاد السيرو رشيشة ديال الملح تعطيه مذاق واعر، يعني ما ديروش بلا ملح، ديروا واحد الرشة ديال الملح وتفكروني على ما تنهضر. صافي أنا تنسقيهم واحد المعالقة هكايا، نسقيهم مزيان يتشربوا، ما نتحسخوهمش بزاف، جينا بالي ما نصيبوا فيهم ونجمعوا غير شويه، ماشي بحال البسبوسه اللي تكون مجموعه كبيره، غير شويه. وصافي نخليهم يتشربوا وندوزو نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، راه تيجيو زوينين بزاف. وهذا هو الشكل النهائي. انا راه خرجنا لكم المولات، راه عندي 10، يعني بقات هنايا حيدت حبه على حساب التفصيل اللي عندي غير باش نقدمو لكم. وهنا غير كان الجو مغيّم، كانت الشتا تتصب ما عطياش الصورة حقها. هُما راه تيبانو مدهبين وتيبانو رائعين، يعني أنا قطعت لكم هنا وحيدة تشوفوا الرطوبة تبارك الله تيذوب في اليد قبل الفم، تيجيو رائعين. نتوما إلا تبعتوهم بهاد الطريقة والله غادي يعجبوكم. شوفوا تبارك الله كيفاش تيجيو. ونتمنى فيديو اليوم يعجبكم، ما تنساونيش من اللايك ديالكم، التعاليق ديالكم. خليو لي تعاليق، بارطاجيو فيديوكم مع أحبابكم وصحابكم، وتنشكركم بزاف بزاف. خليتكم على خير، السلام عليكم.